السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من جديد. هشام من كلام بنات شباب سوري. حابين نكمل استعراض الهجمات اللي هي هجمة أحمد زهير أسدي، وعندك كينج كمان 6 نجوم. الله يعطيك العافية، صراحة مبدعين بالحرب. طبعا أحمد زهير أسدي بيته ليفل 10 بس دفاعاته ليفل 9، والخصم المقابله طلع كمان بيت ليفل 9 لاني دفاعاته ليفل 9، فبس جيشه هو ليفل 10. فهذا الشيء كويس بالحروب، بفيدك انه بيطلع الخصم مقابلك اضعف منك وبتقدر تختمه بكل سهولة وانت بيتك ليفل 10. الله يعطيك العافية احمد، ما قصرت. كمان هجمة هوق، هجمة فالكري، واخذ دعم هوق معه. كمان رقم 9 عبد الله كينج. بنشوف هجمة عبد الله كمان بشكل اسرع. طبعا باولر هجم عبد الله. طبعا كمان نفس الحكاية، عبد الله بيته ليفل 10 وجنوده ليفل 10. طبعا ماكس باولر ودفاعاته بيت ليفل 9. طالع خصمه بالحرب بيت ليفل 9، اغلب الاحيان بيطلع بيت ليفل 9 الخصم. يعني هذا الطريقة تبعت الدفاع. بيت ليفل 9 دفاعاته، بس ما منزل لا تيسلا مطور تيسلا، ولا منزل انفرنو، ولا رامي السهام. فهذا الشيء خلى الخصم المقابل له يطلع بيت ليفل 9، فقدر يختمه بكل سهولة لانه جوشه ماكس وعنده باولار، يعني جيش ليفل 10 بيت ليفل 10. يعطيك العافية يا عبد الله على الهجوم الحلو، دائما مبدع. بنشوف هجمته الثانية كمان لعبد الله بشكل اسرع عشان ما نطول عليكم بالفيديو. كمان نفس الحكاية، باولر من جهة اليسار، 4 باولر، 4 باولر من جهة اليمين مع الهيلر، والباقي كله حطه بالنص. طبعا حط التجميد والسم للدفاع على الخصم، الدعم. طبعا ختم الطريق بكل سهولة. الله يعطيك العافية، ما قصرت يا عبد الله، تسلم ايدك يا كفو. وين راحوا الكل؟ باتجاه بيت الجنود، اتجاه بيت المهندس. بنشوف اللي هي اخر هجمة بالفيديو اللي هي هجمة العقرب. كمان انا بيتي ليفل 9. هجمة العقرب بكون انا العقرب، هشام الملقب بالعقرب. بنشوف هون طلعنا الدعم. طبعا انتم لما بيكون الدعم مثلا ما بيطلع معكم، ممكن تدمروا اول دفاع بالمنطاد، بتحطوا تعويذة التسريع، فبيدخل بيدمر المنطاد اول دفاع، وبعدين بيدخل لجوا بيطلع الدعم. ما تاكلوا هم، اذا كنتوا بدكم تهجموا جوي اتبعوا نفس الطريقة وبيطلع معكم الدعم ان شاء الله. طبعا هون قتلت التني بالملكة ونزلت 3 لافة، 1 لافة على اليسار. طبعا عندك لما بتنزل 3 لافة بتقدر تتحكم وين بدك تنزل المنطاد. بتنزل مثلا دفاع على كل دفاع حبتين منطاد او 3، بتتحكم. يعني لو انفجرت اللافة بتضمن انه الملكة تموت. يعني لما بيكون عدد لافة 4 معك بتقدر تتحكم بكل المنطاد وطريقة هجومك، تضمن انه الملكة تموت طبعا. بس هون الملكة كان ما ماتت، يعني ما نادرا ما تحصل الامر انه الملكة ما تموت باللافة. عدد اللافة 4، يعني عندك 3 من عندي ووحدة دعم ماكس، يعني عدد هائل يعني من المنيوم لما بتنفجر، فلازم تموت الملكة. وهيك ماتت الملكة. طبعا انه عندي عدد جيش كويس ومنزل كل شي نظامي. نكتفي حاليا بهالفيديو، وان شاء الله بقيان عنا رقم 12 ورقم 13 ورقم 14 نستعرضهم ان شاء الله بالفيديو الجاي.